انا نادي القرن وبعدنا هاتوا فرقة ما كسرتش عينها، انا ملك التسعين والكيف في الملعب اقصى باينها. مساء الخير، مساء الخير على شعب الاهلي العظيم في اي مكان في الدنيا. معاكم عماد سعد في برنامجكم كبسولة العمدة، الحلقة تحمل رقم 66، حلقة يوم الخميس، اخر حلقات الاسبوع. بالتأكيد ما ينفعش نتعرف على اي حاجة في الحلقة، موضوعات او محاور الحلقة، قبل ما نقدم الشكر الجزيل جدا لكل اصدقائنا وحبايبنا الاهلاوية اللي بيدعمونا وبيتفاعلوا معانا في كل حلقاتنا اللي فاتت، وان كانت اخر حلقتين ثلاثة عدد المشاهدات اللي فيها مش هو، لكن بطلب من كل اهلاوي جميل وكل اهلاويه جميله دعم اكتر واكتر، يعني فضل منكم بالتاكيد وليس امر مني. اللي بيتفرج علينا ما يستخسرش فينا اللايك فارق جدا في عدد المشاهدات، لان هو بيجبر اليوتيوب انه يثبت الحلقه على المنصه الرسميه. اللي اتفرج علينا قبل كده او لسه هيتفرج علينا لاول مره، اتمنى ان هو يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان توصلوا اشعارات الحلقه بتاعتنا كل حد وثلاث وخميس الساعه 5 مساء. واتمنى من كل قلبي بالتاكيد ان بعد نهايه كل حلقه ان هي تنال احترامكم قبل ما تنال اعجابكم، وده خليكم ان انتم تشيروها لنا على كل منصاتكم الرسميه عشان قناتنا المتواضعه دي كبسوله العمده تكبر وتكبر ان شاء الله بعد فضل ربنا. الفضل يكون ليكم انتوا يا اهلاويه. ودلوقتي تعالوا نتعرف على موضوعات حلقتنا النهارده. الاهلي اتكعبل، بيراميدز وقع، الزمالك مش فارق معانا. لقاء شبيبة القبائل الجزائري وتأكيد الصعود. الزملكاوي يستحق منا كل الاحترام والتقدير. ومع فقرات الكوميديا السوداء في 100 عقبة، فيلسوف الزملكاوية اتخرس دلوقتي. عمرو أديب ونادي الزمالك. إسلام صادق اللي ملوش حظ في الدنيا حتى من اسمه. ودلوقتي معقولة فقرات حلقتنا النهاردة، وهي الأهلي اتكعبل، بيراميدز وقع، الزمالك مش فارق معانا. في الحقيقة خلال اليومين اللي فاتوا، الثلاث والأربع، أول امبارح يوم الثلاث النادي الأهلي لعب مباراته مع البنك الأهلي وتعادلوا 1-1. امبارح الأربع نادي بيراميدز خسر من سموحة 1-2. وفي نفس الوقت بقى وبعد المباراة على طول، بعد مباراة بيراميدز، الزمالك كسب كهرباء الإسماعيلية 5-2. في الحقيقة يعني أنا كأهلاوي أو كمتابع أو كمهتم بالنتائج الفرق المنافسة، أنا هيهمني أكتر نتائج بيراميدز. هاتوا أكتر الزملكاوية تشددا، أو يعني أكتر الناس زملكاوية، ولو تضمنوا استمرارية نادي الزمالك ما أعتقدش. يعني تضمنوا استمرارية النتائج الطيبة أو النتائج الإيجابية ما أعتقدش. فأنا اللي فارق معايا بيراميدز المنافس المباشر خلال السنتين 3-4 سنين اللي فاتوا. في الحقيقة لو اتكلمنا على مباراة البنك الأهلي بس، هي مباراة شهدت كل الأخطاء من الكل، من أول اتحاد الكرة اللي حطوا مباراة بالمخالفة للائحة. أنت لما تلعب مباراة خارجية المفروض تلعب بفرق 4 أيام. بعدها في مصر ده ما حصلش، لعبنا بفرق 3 أيام. أخطاء من المدرب مستر يستروب، لعب يكاد يكون أسوأ مباراة لعبها مع الفريق من أول ما جه. تشكيل غريب جدا، اعتماد على لعيبة لا تستحق ان هي تعدي جنب سور النادي. اللعيبة طبعا دي امكانياتهم. يعني انا قلت قبل كده رأيي الشخصي ان كل اللي شاركوا في مباراة المصرية للاتصالات دول ما يلعبوش تاني في النادي الاهلي. لما تخسر من فريق درجة تانية، انت ما تستحقش ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي. يعني انا مش عارف على اي اساس واحد زي احمد عيد ده بيلعب باك يمين في النادي الاهلي. لاول مره من 12 سنه من اول ما لعب محمد هاني احس ان في باك يمين اسوأ من محمد هاني. احمد عيد. باك شمال احمد نبيل كوكا. لمده 60 دقيقه احنا بنلعب من غير ظاهرين، مفيش كروس واحد اتعمل لا من اليمين ولا من الشمال. تزيد خسائر المباراة بإصابة زيزو في الدقيقة 29. يعني أنا شايف خسارة زيزو لمدة شهر، الحمد لله طلع شد في الخلفية مش مزق، هيغيب على يعني بسبب الشد ده شهر. يعني أنا شايف إن خسارة زيزو في 5 مباريات أو أكتر أكبر بكتير جدا من خسارة نقطتين. بان التأثير السلبي لغياب إمام عاشور، لكن مش مهم حقيقي.
يعني خرج علينا معلق المباراة اللي اطلق عليه كابتن شوبير الهلفوت، اللي هو مش طيب ابدا يعني. المهم قال بيقولوا ايه، ما تكبرش ورجع امام عاشور. انت مالك؟ واحد زيك بين قوسين هلفوت بتنصحنا احنا؟ عايزنا نعرف او نتخيل ان انت خايف على الاهلي؟ يا ابن الطيب، انت مالكش دعوه بينا ومالكش دعوه بفرقتنا. انت عايز نرجع نشيل الايقاف علشان ادي الاهلي بيكسر مبادئه، بيكسر عقوباته من اجل المصلحه. ده بيحصل عندكم انتوا، ده بيحصل عندكم انتوا. فدي الصوره الذهنيه عندكم لعقوبات اللعيبه. عفوا كهربا قبل كده عفوا بصق على الجماهير، تف عليكم. انت كنت ممكن تكون واحد من الجمهور اللي قاعد في المدرجات، وكهربا بصق عليكم بالبلدي بين قوسين، تف عليكم. تاني ماتش بيلعب عادي عادي. الاسطوره الوهميه بتاعتكم لما قال ان هم اللعيبه في ماتش النهائي الذهاب في جنوب افريقيا كانوا قاعدين بيشيشوا في الاوض، تاني يوم لعبوا عادي وما حدش كلمهم عادي. الثلاث حبسجيه اللي اتحبسوا في الامارات وخرجوا بعفو رئاسي من رئيس الامارات رجعوا عادي. ده عندكم انتوا، يحصل عندكم انتوا، ما يحصلش عندنا احنا. المهم طبعا قلل مراره التعادل، خسرته نقطتين هزيمه بيراميدز امبارح، فبقى الفرق بيننا وبينهم نقطه يعني. لكن في حاجات كده مش عارف لازم نقف عندها. انا على اي اساس كاداره انا بشتري احمد عيد وانا عندي لعيب زي ابراهيم محمد احسن من احمد عيد واحسن من محمد هاني، ولعبنا مباريات كاس الرابطه وتاكدنا من ده. مهند الشامي احسن من 10 زي احمد نبيل كوكا. انت مشتري يوسف بالعمري الباك الشمالي الاحتياطي لمنتخب المغرب الاول، والباك الشمالي الاساسي لمنتخب المحليين في المغرب، ده يقعد لاحمد نبيل كوكا؟ لا مش ممكن. احمد رمضان بيكهام، ايه ده؟ لعيب يسرق منك ويلعب الكوره دي اللي دخلت في كابتن شناوي كمان يعني. ارجوك، انا يعني مش قادر اقول لك انا بلاقي كلام قد ايه سلبي بسبب دفاع عنك من اصحابي والناس اللي منتمين للقناه يعني. اخرهم تليفون امبارح من واحد صاحبي وقريبي كمان. هو ده الشناوي اللي انت بتدافع عنه عاجبك؟ لا طبعا مش عاجبني، لكن ما اقدرش احكم عليك بشكل كامل انك ما تنفعش. لكن ارجوك ركز شويه يا كابتن شناوي. كابتن شوبير لازم ياخد فرص اكتر، مش هينفع ماتش وماتش، لا ماتشين وماتش، وده ما يقللش من تاريخك خالص يا كابتن شناوي. ويا كابتن يا مستر ترب، احنا بنبص على مصلحه الفريق، انا ببص على مصلحه الاهلي، مش ببص على مصلحه اي لعيب. بحب كابتن شناوي لحبه للاهلي وحرصه على الاهلي، فنبص شويه على المصلحه، مفيش بقى نحب ونكره. برفض برضو الحكم السريع على كاموش بسبب الكره اللي هو لعبها، كره يعني خدها مباشره كده، خبط في قصبه رجله، ما لبستش في رجله. وده كان كلامي مع الباشمهندس الديزاينر اللي بيعمل لي الغلاف بتاع القناه. ده فرود يشتريه الاهلي يا جماعه. صعب ان احنا نحكم على لاعب بعد مشاركته في ربع ساعه، بحكم على لعيب بعد ربع ساعه تلت ساعه، ما ينفعش. كان كلام عني حتى لو طلع نار من بقه برضه ما كنتش هقول عليه لعيب جيد. لا كده اقدر اقول عليه لعيب وحش، ولا كده اقدر اقول عليه لعيب جيد. بعد 5-6 ماتشات نقدر نحكم عليه. واتمنى ان اللعيبه اللي يعني اتمنى بقى اشوف يوسف بالعمري بشكل اساسي، اتمنى اشوف ابراهيم محمد يكون احتياطي مع الاسف لان ياخد مكانه. لكن احمد عيد ده ما نشوفوش، ده يعني اقول ايه، فاقد اساسيات الكوره، او فاقد اساسيات مركزه. انا مش عارف ده ازاي الباك اليمين الاحتياطي في منتخب مصر. المباراه عدت الحمد لله بحلوها وبمرها عدت. خسرنا فيها كتير زي ما قلت، زيزو اهم من خساره زيزو لمده شهر، اهم بكتير من خساره نقطتين. يا رب كل اللي جاي يكون افضل. عندنا ماتشات كتير جايه مهمه. اتمنى ان يا رب نكون موفقين في كل اللي جاي، وفي نهايه الدوري تكون البطوله في دولاب بطولاتنا هي عارفه مكانها ان شاء الله باذن ربنا يا رب. طبعا بالتاكيد في نقاط سلبيه ما اقدرش اغفلها. عفوا قبل ما اقفل الفقره دي، ما ينفعش اكون لاعب 14 ماتش خسران 15 نقطه. ما ينفعش ابقى الاهلي العظيم باسمه اكون لاعب 14 ماتش وداخل في 15 جون. لا،
دي ارقام لا تليق ابدا لا باسم الاهلي ولا بفريق الاهلي ولا مكانه الاهلي ولا اللعيبه اللي موجوده في سكواد الاهلي. لا، عايزين استفاقه قويه جدا يا كباتن. وراكم شعب كامل بيأيدكم وبيدعمكم وبيشجعكم، لكن شعب بيحب الاهلي قبل اي حد وقبل اي حاجه، فمش ممكن هنقف في ظهركم وانتوا متخاذلين. لازم نشيل من التخاذل دوت كابتن تريزيجيه. عندي شعور كده ان هو اللي شايل الفرقه بصراحه، يعني مش عارف اقول ايه. تريزيجيه بقاله 6 ماتشات هو اللي بيهدف، يعني عامل 7 اهداف، يعني مسجل 7 اهداف في 6 ماتشات. جايب جونين في شبيبة القبائل، جايب جون في الجيش الملكي، جايب جونين في يانج، جون في وادي دجله، جون في جون تاني في يانج افريكانز هناك، جون في البنك الاهلي. ايه ده؟ 7 اهداف، مسجل 7 اهداف في 6 ماتشات. انتقدناك كتير جدا، لكن حقيقي في الفتره اللي فاتت يعني حاسس ان هو لعيب ابن الاهلي بجد، لعيب بروح الاهلي، لعيب يستحق تيشيرت النادي الاهلي. زي ما انتقدناك زي ما بنشيد بيك جدا يا كابتن تريزيجيه. اتمنى ان كل اللعيبه يبصوا للكابتن تريزيجيه. اعتقد وقتها الفريق حاله هيتبدل خالص وللافضل. يا رب نطلب معونه ربنا وتوفيقه في كل اللي جاي. امين يا رب. ودلوقتي مع الفقره الثانيه في حلقتنا النهارده، وهي مباراه شبيبه القبائل وتاكيد الصعود. واحنا بنتفرج على الحلقه، انا زي ما اتفقت معاكم وانا بسجلها الفجر، لكن بتتذاع الساعه 5 مساء. هيكون الطياره بسلامة الله إن شاء الله تكون أقلعت وفي طريقها للوصول للجزائر. إن شاء الله الطيارة هتقلع من مطار القاهرة الساعة 4. عندنا تدريب، وأنا شاكر جدا للخطوة اللي عملها النادي بعد وقعة إمام عاشور. ما ينفعش إن الأهلي باسمه يبقى في المطار منتظر لاعب أيا كان هو مين. فإحنا هنعمل التدريب الصباحي النهاردة والتجمع في النادي، ويطلع الفريق كله على المطار، يبقى شكل جيد جدا. مباراة مهمة جدا في الجزائر يوم السبت الساعة 9. في حالة الفوز تأكد الصعود مركز أول إن شاء الله. نقدر نريح لعبتنا في الماتش الأخير قدام الجيش الملكي في مصر، لأن يعني ما لا أحبذ ده. أنا عايز بإذن ربنا وبتوفيقه ننهي البطولة بدون أي هزيمة، تكون تحمل أرقام تستحق اسم النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله بتوفيقه. لكن في حالة فوزنا خلاص تأكد الصعود، هنهدى هنلعب واحنا مطمنين. عندنا مباريات كتير جدا جاية صعبة جدا. طبعا خسرنا زيزو في رحلة الجزائر، خسرنا امام عاشور، 2 لعيبة تقال جدا، يعني ما لا يستهان بقوتهم ولا لا يستهان بسلبية غيابهم على الفريق وعلى قوته وعلى النتائج. لكن بتمنى ان تحصل زي ما قلت في الفقره اللي فاتت استفاقه من كل اللاعبين، وان شاء الله نقدر نحقق نتيجه. احنا ماشيين في دوري المجموعات بشكل جيد جدا. ان شاء الله باذن ربنا نقدر نحقق النتيجه المرجوه، نرجع كسبانين، نهدى خالص، حققنا التارجت المطلوب في دوري المجموعات اول ان شاء الله، نرتاح، هنلعب باعصاب هتكون اهدى من كده. امين يا رب. ان شاء الله في حلقه يوم الاحد نكون بنحتفل مع بعض بالفوز على شبيبة القبائل في الجزائر بإذن الله. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة في حلقتنا النهاردة، وهي فقرة مهمة جدا بصراحة، وهي زملكاوي يستحق منا كل الاحترام والتقدير. عفوا يا أهلاوي. في الحقيقة الأهلاوي الزملكاوي دوت هو فعلا بيلقى كل تقدير من جموع الأهلاوي، وهو كابتن حمادة عبد اللطيف. دايما تصريحاته متزنه، دايما كلامه متعقل جدا، دايما كلامه بيحمل كل الاحترام عن النادي الاهلي. فليك مننا كل الاحترام يا كابتن بمنتهى الامانه. لكن بعد مباراه الاهلي والبنك الاهلي خرج علينا على الحساب الرسمي ليه على الفيسبوك كاتب حته مقاله، يعني انا بعتبرها مقاله مش كلمه. يعني قال ايه؟ وسامحوني لو ما بيكون في حاجات زي كده ان انا بكون حريص على قرايتها بدل شرحها، علشان توصل المعاني زي ما اتقالت بالظبط والمفردات زي ما قال صاحبها. فقال ايه؟ انا بستغرب جدا من الاعلام، هو ليه في حاله اخفاق الاهلي بالتعادل او الهزيمه الدنيا بتقوم وما بتقعدش، مع العلم ان دي كوره وارد فيها كل حاجه، فوز تعادل هزيمه. ده في فريق درجة تانية في اسبانيا خرج ريال مدريد من الكاس، اللي هو فريق الباسيتي، اللي هو خرج الحمد لله من برشلونة في اخر ماتش 2-1. المهم قال النادي الاهلي احسن منظومة رياضية في مصر من حيث الانضباط والبطولات، هو احسن نادي في مصر وافريقيا، مش بالكلام لا بالبطولات.
45 دوري محلي، 12 دوري افريقي. سيبك بقى من نغمة ان الاهلي بيكسب بالحكام، نحط بس ايه خطين 13 تحت الكلمة دي. سيبك من نغمة ان الاهلي بيكسب بالحكام، اسمع اللي جاي من الراجل المحترم بيقول ايه. دي مقولة اخترعها نادي الزمالك. ما اعتقدش حد ممكن ينكر زملكاوية كابتن حماد عبد اللطيف، هو زملكاوي شديد الزملكاوية لكنه محترم محترم محترم. دي مقولة اخترعها نادي الزمالك وماشي وراه بعض الإعلاميين الزملكاوية وكارهي النجاح. الأهلي نادي محترم، واللي ما لعبش في الأهلي واللي ما لعبش كورة في الأهلي في مصر يبقى ما لعبش كورة. طب حد اتكلم في الإعلام على عبد الله السعيد اللي عنده 41 سنة وقعد شهرين ما دخلش النادي وما بيحضرش التدريب اللي أنا قلته لكم من حلقتين؟ عبد الله السعيد بقاله شهرين ما دخلش النادي، اهو اكدها كابتن حماد عبد اللطيف، وقعد شهرين ما دخلش النادي وما حضرش التدريب، عايز فلوسه وما رجعش وما شاركش غير لما اخد جزء كبير من فلوسه بعد بيع دونجا وناصر ماهر. طب حد في الاعلام جاب سيره اللعيبه اللي فسخت عقودها في نادي الزمالك وهتاخد عقودها كامله وانديتها هتاخد فلوسها؟ حد في الاعلام جاب سيره الكلام ده؟ بيسال بقى مجلس إدارة نادي الزمالك أو المتحكم في نادي الزمالك، ليه تبيع لعيبة وأنت عندك إيقاف قيد؟ الإجابة هو كاتب الإجابة علشان العمولات والسمسرة على عقدة كابتن حمادة عبد اللطيف. حد في الإعلام جاب سيرة الأندية اللي ليها فلوس عند الزمالك؟ حد في الإعلام جاب سيرة الأندية اللي ليها فلوس عند الزمالك؟ أمال فلوس النادي فين؟ وفين ال 800 مليون اللي باعوا بيها الارض؟ وفين فلوس القروض؟ فضيحه العشرة ايقاف قيد. انتهت فتره الانتقالات الشتويه والزمالك ما جابش ولا لعيب، كل ده في الاعلام ما حدش بيتكلم رغم احتياجه الشديد. لا ده انت بتبيع لعيبه كمان، وهيجي شهر 6 فتره الانتقالات الصيفيه وبرضه الزمالك مش هيجيب لعيبه لانه مش هيقدر يفك القيد. اوعوا حد يقول لي ان سحب الارض ده مؤامره على الزمالك، لا، ده اتعمل فيها جريمة تستوجب الحبس. كابتن حمادة عبد اللطيف ابن الزمالك المحترم، أنا مش عارف تقاعس الجهات الرسمية ليه على الجريمة اللي حصلت في أرض نادي الزمالك. هي الجملة على بعضها، ده اتعمل فيها جريمة تستوجب الحبس. أنا مش عارف تقاعس الجهات الرسمية ليه، ولا أنا ولا أي حد عارف يا كابتن حمادة. ده لو موظف عام اختلس 100 جنيه بتعملوا له قضية ويتحبس، لكن الناس اللي باعوا أرض النادي بالمخالفة للقانون وقبضوا 800 مليون ومش عارفين راحوا فين، سايبينهم كده عادي. الله، الإعلام بقى سايب كل ده جاي يقطع في الأهلي علشان اتعادل في ماتش. هو الإعلام حصل له إيه؟ والله ما عارفين يا كابتن حماد، كله موجه كده، مفيش صحفي أو إعلامي حر. الله يكون في عونك يا تامر يا عبد الحميد، ده انت بتحارب فساد عالم بأكمله لوحدك. يعلم الله ما اقدر اقول كلمة بعد كلامك يا كابتن حمادة، لكن اقدر اقول لك حاجة واحدة، شابوه. ودلوقتي مع فقرات الكوميديا السوداء في 100 عقبة، وهنبتديها بفقرة فيلسوف الزملكاوية اتخرس دلوقتي. طبعا اتفقنا اصطلاحا كده الفيلسوف ده هو الأستاذ أحمد عفيفي، اللي دأب على إطلاق تصريحات كده رنانة على الأوضاع أو الشأن الكروي في مصر، وكلها هجوم على النادي الأهلي. يعني مرة قال اللي بيوزع الفلوس هو اللي بيوزع البطولات، عندك تجربة نجحت أشتريها منك، على اللعيبة يعني اللي الأهلي بيشتريها من نادي الزمالك. لكن دلوقتي هو اللي بيسترزق في السعودية، طبعا ما يقدرش يتكلم بقى اللي بيحصل في السعودية بعد انتقال كريم بنزيما من نادي اتحاد جدة لنادي الهلال، صفقة تاريخية طبعا بالتأكيد. طبعا كلنا عارفين ان اللي بيرعى نادي الهلال هو الأمير الوليد بن طلال، هو راجل هلالي حقه بيحب نادي الهلال، وصندوق الاستثمار السعودي هو بيرعى 4 أندية، ولكن كل الاتهامات موجهة في السعودية ان الاهتمام الأكبر موجه للنادي الهلال، بحكم حتى يعني أقول إيه بحكم ان الكل عارف ان ده نادي الهلال، زائد الدعم الشخصي من الأمير الوليد بن طلال.
ده حتى رونالدو على فكره، رونالدو رافض يشارك في التدريبات النصر اعتراضا على الوضع ده. بيقول لك لا، لازم يبقى في مساواه. احنا دلوقتي مش نادي بيسوق موارده، دي من صندوق الاستثمار السعودي بترعى الاربع انديه، اشمعنى النصيب الاكبر رايح للهلال؟ يعني مش نصيب اكبر وبس، بيقول يكاد يكون اكتر من 70 او 80% من الدعم رايح للهلال لوحده، فهو مش راضي يشارك في التدريبات. كابتن عفيفي بقى وهو بيحلل الدوري السعودي وشغال في قناه سعوديه، يقدر يفتح بقه؟ ما يقدرش. هو عارف ان الهاتش اللي بيقوله والكذب اللي بيقوله هنا في مصر محدش بيحاسب، وحد بيقول له انت بتقول ايه، لكن هناك الكلمه بحساب. طبعا فاكر تجربه ميدو، رد على معلق على تويتر، رحلوه مشجع انتقده وهو مثلا بيدرب نادي الوحده، رد عليه على تويتر باسلوب يعني يليق بميدو، رحلوه. عارف ان السعوديه فيها نظام، لكن هنا يقول اللي هو عايزه. انت مش بتهاجم الاهلي يا عم، قول اللي انت عايزه وكله هيدعمك وكله هيسقف لك ويرد بكلامك. لكن في السعوديه اخرس، ما يفتحش بقه. تقدر لو راجل قول كلمه من اللي بتقولها في مصر قولها في السعوديه، صدقني ساعتها انا هطلع لك هنا في القناه وهعتذر لك واقول لك تصدق انت طلعت راجل، انا ما كنتش متخيل ان انت هتقدر تقول الكلام ده في السعوديه. اطلع انتقد الوضع ده وقول الهلال بياخد دعم اكتر واللي بيوزع الفلوس بيوزع البطولات لو تقدر. ودلوقتي مع الفقره الثانيه في فقرات الكوميديا السوداء في 100 عقبه، وهي عمرو اديب ونادي الزمالك. في الحقيقه الفقره دي دايما بتبقى خفيفه على قلبي انا يعني، عفوا دايما نقول عمرو اديب يعني هو زملكاوي لطيف، وقت ما بيتضايق من النادي بيطلع اللي جواه بمنتهى اقول ايه، بمنتهى الحقيقه، يعني من غير تزييف، بيقولها زي ما هي. فهو طبعا متضايق جدا وطقان من الوضع اللي هو فيه ناديه، فقال شويه كلام برضه حلو قوي. تعالوا نشوف كابتن الاستاذ المحترم مذيع التوك شو الاول في مصر الاستاذ عمرو اديب قال ايه. قال انا طهقت من النادي ده، الوضع اللي احنا فيه غريب وعجيب. النادي ده ما كانش لاقي ياكل ومعهوش فلوس ولا في مجلس اداره، واخدنا الدوري. ولما جه الاستقرار النادي وعندما استقر النادي نزلت علينا لعنه. النادي ده لو معمول بفلوس حرام مش هيحصل فيه كده. انا حاسس اني حافظ اسطوانه مشروخه بسمعها من كل مجلس اداره يمسك النادي ده. حاجه غريبه بتحصل بقالها 20 سنه، ازمات ماليه، مشاكل في الفريق، خناقات بين اللعيبه، مفيش فلوس، فهنضطر نبيع نجوم الفريق علشان الالتزامات الماليه. بيع ناصر ماهر، بيع دونجا، بيع عواد، بيع الوهم لجمهور الزمالك. المهم الكرسي. اي حد عنده محنه بتقعد فتره وتخلص، الا احنا من يوم ما اتولدنا عايشين في قعر الحله. ده نصا اللي قاله استاذ عمرو اديب. ولف بينا يا دنيا، النهارده مشوا نص الفريق والباقي عايز ينفد بجلده. احنا في ازمه ومفيش فك قيد ومفيش صفقات ومفيش انما في مؤامره. واللي وزع الفلوس نسي يدي الزمالك، فاحنا مش هنقدر نعمل حاجه. استنى بقى السنه الجايه وعليك بخير. بقالنا 20 سنه في الحزن ده. النادي التعيس اللي انا بشجعه بقى نادي هندي. طب نضحك ولا نقول ايه؟ عايش ينوح ويعيط ومفيش حد قادر ينقذنا. كل ده وبتعرف تسوق يا كابتن حسين يا لبيب. امال لو ما بتعرفش تسوق كنت وديتنا لفين؟ صدقني ما اقدر اقول واحده، ده انا ما اقدرش اقول اللي انت قلته يعني. متشكرين قوي استاذ عمرو اديب، وعايزين كتير. انت زبون دائم وزبون ظريف ولطيف يعني في حلقاتنا. ربنا يخليك ودمتم في حياتنا نعمه حقيقيه بتضحكنا. مش عارف احنا ما نعرفش نعيش من غيركم بالفعل. ودلوقتي مع اخر فقرات الكوميديا السوداء في 100 عقبه، وهي اسلام صادق اللي ملوش حظ في الدنيا حتى من اسمه. انا عجبني جدا الاصطلاح ده اللي قاله الاستاذ احمد اسامه.
يعني قال انا على يقين ان الراجل ده ملوش حظ في الدنيا حتى من اسمه. المهم كابتن او السيد اسلام صادق خرج من 3 ايام وقال ان كابتن امام عاشور رجع التدريب منفرد او نفذ العقوبه اللي فرضها عليه النادي الاهلي لسبب ان احد اعضاء الجهاز الفني للمنتخب اتصل بيه وقال له لو ما انهتش ازمتك مع النادي الاهلي احنا هنستبعدك من المنتخب، مش هتلعب معانا كاس عالم. يعني هو ما رجعش عشان هو عايز يلتزم، او ما رجعش عشان هو النظام اللي في الاهلي بيفرض عليه كده وهو عارف ان هو لو ما التزمش بالعقوبه هيحصل فيه ايه. النادي فيه 4 ابواب بره، لو انت مين. هو ما رجعش عشان كده، لا ده رجع عشان التليفون اللي جاله تهديد من احد اعضاء الجهاز الفني للمنتخب. رد عليه المسؤول الاعلامي للمنتخب او المتحدث الاعلامي للمنتخب، ونزلها على البوست، نزل بوست كده خد الكلمه بتاعت السيد اسلام صادق وراح مشيرها وقال الكلام ده كذب 100%، طلعه كذاب. راح جابوا السيد هاني حتحوت المذيع في راديو اون سبورت وقال له يا استاذ اسلام المتحدث الاعلامي للمنتخب قال ان كلامك كذب. قال له لا انا ما حدش كذب، ده مجرد صحفي بيعمل اللي يقوله له. انا ما حدش كذب بالمعلومه بتاعتي، زائد ان كمان خالد الغندور بسم الله ما شاء الله يعني هو استشهد بشيخ الاعلاميين قال نفس كلامي، وان برضه رجع التدريب وبيتدرب منفرد علشان خايف على مكانه في المنتخب. انا ما يكذبش معلومتي غير مسؤول كبير، يا رئيس الاتحاد يا المدير الفني يا مدير الكوره. راح هاني حتحوت قال له طب انا جايه رساله واحنا على الهوا. طبعا ما ننساش ان اسلام صادق هو المعد لبرنامج هاني حتحوت. انا مش عارف على ايه المؤهلات اللي تخلي اسلام صادق مقدم برامج في احد القنوات. انا طبعا مش ممكن اتفرج عليه صدقوني ما عارف القناه، ولكن يعني الطله البهيه بتاعته دي ما يعني بتعمل لي حموضه، فما امام الله ما بتفرج عليه نهائي يعني. وكمان معد لاحد البرامج غير البرنامج ده. المهم يعني قال له طب انا جاي لي مسج من كابتن ابراهيم حسن المدير الاداري للمنتخب او مدير الكره بالمنتخب وبيقول لي ان كلامك كذب وان هيرفع عليك قضيه. يرد يقول ايه السيد الجميل اسلام صادق؟ قال له خلاص لو يرفع عليا قضيه يرفع قضيه كمان على خالد الغندور، ما هو قال نفس الكلام. يا رب يا شيخ، يا رب يرفع عليك قضيه ونخلص منكم انتوا الاثنين، يا رب يمنعكم، يا رب المسؤولين عن الاعلام في مصر يعرفوا ان مش دي النماذج اللي تخاطب الناس سواء انت ولا اللي استشهدت بيه. امين يا رب. ليكم حساب لو مش في الدنيا هتتحاسبوا على كل اللي بتقولوه كذب وتضليل للناس قدام ربنا اللي مش ممكن يقبل باللي بتعمله. يا رب ان عدله في الدنيا وبعد ما انتقالكم ان شاء الله. امين يا رب. وبكده يا اهلاويه نكون انتهينا من حلقه النهارده، الحلقه رقم 66، حلقه يوم الخميس، اخر حلقات الاسبوع. اتمنى من كل قلبي يا رب ان هي تنال اعجابكم او تنال احترامكم قبل ما تنال اعجابكم. لو ده حصل اتمنى ان مفيش اهلاوي جميل او اهلاويه جميله اتفرجوا علينا يبخلوا علينا باللايك. اللي اتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناه اتمنى انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان توصلوا اشعارات الحلقه بتاعتنا كل حد وثلاث وخميس الساعه 5 مساء. ويا رب من كل قلبي اتمنى ان انتوا تشيروها لنا على كل منصاتكم علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الاهلاويه. وقناتنا المتواضعه دي كبسوله العمده يا رب تكبر وتكبر بعد فضل ربنا، الفضل يكون ليكم انتوا اهلاويه. كنت سعيد جدا بالتواصل معاكم، اتمنى اشوفكم يا رب في حلقه يوم الاحد. انتوا جميعا يا رب تكونوا من اهل الدنيا وربنا يمتعكم بالصحه والعافيه. سلام يا اعظم جمهور في الدنيا لاعظم نادي في الكون، هرم مصر الشامخ والاوحد في الرياضه، النادي الاهلي العظيم. سلام. كان معاكم عماد سعد، كبسوله العمده.